عندنا صديقنا الشيخ الجهاني، محمد الجهاني، هذا رجل الحقيقة له باع طويل في الدعوة، الداعية المعروف يعني. الداعية المعروف الرياضي السابق في نادي الشباب العربي بشارع بن عاشور. أيوة، كان لاعب وسط مميز. كان لاعب مميز، حتى لما ذهب إلى بريطانيا عرض عليها، يحدثني بنفسه يعني يزورني كثيرا، أزوره هو يزورني. زارني ليلة وبقينا إلى الصباح، والله نتحدث في أشياء كثيرة على الله والدار الآخرة يعني. فحدثني قصصه كثيرة الحقيقة، كثيرة جدا. يقول في ليلة يعني هو تزوج امرأة ولم يرزقه الله بالولد، ففي يوم من الأيام زارته أمه، أم المرأة هذه، فتأثرت الأم لابنتها أنها ما عندها يعني من الولد شيء. والشيخ محمد يشتغل مترجم في أكبر مستشفى في لندن. أنا زرته في هذا المستشفى مرة، كنت زائرة، فرئيس الكويت كان نايم هناك. رئيس الكويت يقولوا له مستشفى زايد الطبي، مستشفى الشيخ زايد، عرفت أنت الإمارات. ورؤساء دول يأتون هناك، فمن أرقى المستشفيات. أنا أخذت الوالدة مرة هناك، عالجت على الكبد. والله طبيب رقم واحد، مستشار رقم واحد في العالم. يقول لي أنا سأخرج الآن، سأذهب إلى اليابان بعد والدتك هذه، سأخذ طائرة خاصة إلى اليابان. فأقصد المستشفى راقي جدا يشتغل فيه الشيخ محمد، ومع ذلك لا يعالج ولا يهتم ولا نحو ذلك. ففي يوم من الأيام دكتور نبو، كل الأخوات اللي ربما ربي ما رزقهمش بالذرية صالحة بالله، تابعوا القصة الحقيقية دي وشوفوا فائدة الدعاء بالله. نعم شيخنا. فيقول أم الزوجة طلبت من ابنتها أن تلح على الشيخ محمد أن يذهب يعالج يعني. فبعد إلحاح الزوجة ذهب للعلاج، يعني بيجري كشفا يعني، باعتباره لا يتعارض مع لا تعارض أبدا، لا، بل هو من الأسباب يعني. نعم، بل هو من الأسباب. نعم. فقال ذهب إلى شخص متخصص يعد رقم من الأرقام في العالم أيضا يعني قوله لا يسأل، قوله فصل لا يحتاج أن يعيد بعده نعم. فدخل عليه فأجرى عليه كشف. قال والله أذكره هكذا، قال وضع القلم هكذا أو السماعة أو شيء، قال له يا محمد أنت لن ترزق الولد أبدا. الله. هكذا بالحرف الواحد، قال أنت ميت. الله. لا سبيل للولد إليك أبدا، ما فيش أمل إطلاقا. قال أنا والله قبلها ما كنتش منتبه، لما قال لي الكلمة هذه، قال قلت له والله لست أنت من يقرر ذلك. الله أكبر. والله قال لست أنت، هكذا قلتها له، قلت له لست أنت من يقرر ذلك، هنا عندنا إله نحن المسلمين في السماء هو الذي يقرر ذلك، إذا سيرزقني الولد أو لا يرزقني الولد، هكذا والله. الله. قال خرجت، قال أنا قلت لك هذا الطب هو الذي يقول هكذا، وخرج. قال والله أخذت إجازة وذهبت إلى العمرة مباشرة. هذا يحكي لي الشيخ محمد من فيه إلى أذني، وهو حي، ممكن تستضيف إن شئت أو يعني لعل إن شاء الله. نعم. فقال ذهبت إلى العمرة، اعتمرت، ثم تحينت فرصة في جوف الليل. قال وخرجت إلى الصحن وصليت ركعتين، وقالوا في السجود قال والله أدعوه بالليبي، قال ندعو في ربي بالليبي. كل اللغات. قال ندعو فيه بما في قلبي ما يهمش كل الله أكبر. قال هكذا. قال والله ما زدت قال قلت لي يا رب إذا أنا جاءني ضيف من أي بقعة من بقاع الدنيا وطلب شيء وأنا قادر على تنفيذه له، والله لن يخرج من بيتي حتى أعطيه له. وأنا جئتك في بيتك هنا في بيت الله وأريد الولد. الله. قال والله ساعة كاملة أنا أدعو الله وساجد بهالطريقة هذه في السحر. في السحر ربما في ثلث اي نعم. فقال والله وبكيت، حتى قال لما قمت وضعت يدي هذه شعرت كأن فيه ماء مسكوب او شيء، قال ما شعرت بنفسي. ثمة التدلل والانكسار. نعم. والخضوع. الله. قال ما رجعت شهر حتى قالت لي زوجتي أريد أن أراجع، فذهبنا وجدنا الحمل فرزق ب3 من الولد. الله أكبر. هذا الشيخ محمد حي وأولاده ال3 موجودين. قال بعد سنتين تذكرت ذاك كلمة الأخصائي الكبير. الأخصائي الكبير، قال أخذت ابنين منهم، أخذتهم 2 وذهبت إليه، أخذت موعد ودخلت عليه، فجلست قلت له ذكرتني، قال لي كيف ما أنت معنا وتترجم وكذا. قال هذا ابني عبد الرحمن وهذا ابني عبد الله، هم أبناء الآن. فقال صار ينظر إلي، فقال بعدها ماذا كان يفعل؟ يقول لما يجيه مريض يقول له نحن في الطب انتهينا، لكن عندنا قسيس اسمه محمد. الله أكبر. عندنا قسيس اسمه محمد اذهب من عنده أخبار أخرى. هذا الشيخ محمد نفسه مرة قال احنا استطردنا في هذا، والله عندنا شيء كثير. يقول مرة جاءوا مجموعة من الكويت، رجل وامرأة وابنهم، وعندهم ولدهم مصاب بالسرطان في المراحل الأخيرة، والله يقسم لي بالله، يقول لي في المراحل الأخيرة. فقال دخلوا على الطبيب نفس الشيء، قال لهم هذا منتهي، أيام معدودات أو ربما شهر وسينتهي. قال له أنا مار في الممر وجدت الأب والزوجة والابن يبكوا، كل واحد جالس في مكانه يبكوا. فقلت لهم ها شنو اللي صاير خير؟ قلنا احنا درنا كشف وقال لنا السرطان في الواحد. قال لهم هذا مش هذا رب العالمين، والله ما هو هذا اللي قرر الآن. يقول الآن بقوة هكذا أصرخ عليه، يقول والله نصرخ عليه الآن تحجز، الآن تمشي العمرة الآن وتدعو الله هناك وكذا.
فيقسم بالله يتصل بي، يقول هذا الشخص الكويتي يتصل بي بعد 6 أشهر يقول لي يا شيخ محمد والله نعطيك الجنسية الكويتية وأعطيك فيلا كاملة. ابننا اللي قلت لنا هذاك قلنا لك عليه راهو في واحد الآن مشاف تماما، ذهب عنه كل ما يجب. الله أكبر. لعلي أختم بالقصة الأخيرة. أمي يجيب المضطر إذا دعاه. نعم. في قصة قبل ما نطلع على الهواء دكتور، هذه ربما يكون لها وقع أكثر لأن كانت اللي أعتقد أمريكي وموجود وحتى تعطي العنوان متاعها نعم. تجيب تحت صورتها دكتور. نعم نسيتها والله. بس عنوانها ولا إن شاء الله حد تواصل مع الفيس ولا كذا. نعم إن شاء الله بإذن الله. شو اسمه هذا الدكتور هو أول شيء رائد في الجيش الأمريكي، في البحرية الأمريكية رائد وطبيب عيون. نعم. ماشي. اسمه الدكتور لورانس براون. نعم. هذا عنده موقع لورانس براون، أنا كتبت عنه حتى في صفحتي كتبت عنه يعني. الآن لو حد يدخل على هذا الموقع يجد عنده كتب وعنده لورانس براون. نعم. نعم. هذا كان ملحد. نعم. كان ملحدا بك. طبعا احنا نسرد في هذه القصص لأن الله جل جلاله يستجيب. نحن ليس عندنا عقيدة أن الله موجود، لا، موجود وسميع وبصير وحي ويجيب المضطر ويستجيب لعباده، وهو الذي يعني يتحكم في هذا الكون كما يشاء. لورانس براون هذا يقول كنت ملحدا ولا أؤمن بإله إلا المال. يقول الفلوس هذا هم الإله، لأني بالفلوس لما تنكسر لي حاجة نمشي نصلحها. اللي به يجيبها بفلوس. هو يقول عن نفسه هكذا. هو يتكلم عن المادية. يقول أنا الإله متاعي الفلوس، المال، الدولار هو هذا الفلوس. قال أنا لما يتكسر لي باب نمشي بالفلوس نغير الباب، لما تتكسر سيارتي نمشي ندير المشاكل كلها بالفلوس نحل فيها. قال فلم أكن بحاجة إلى هذا الإله أبدا ولم أفكر فيه، كنت ملحدا بالكامل يعني. عنده بنت اسمها هانا يعني مرضت، ابتلاها الله بمرض، ولذلك هذه حتى هي لفتة أخرى أن المرض راه فيه من النعم أحيانا منحة نعم. يرزق الله بها يعني أقوام مثل هذه القصة. يقول مرضت مرض شديد فجأة هكذا مرضت، فأخذتها للطبيب يعني يقول نصف جسمها السفلي هذا أزرق، الأكسجين لم يعد يذهب إلى هذا النصف السفلي. فقال أخذوه ووضعوها على السرير هذا الأطباء، واجتمع حولها قرابة 10 أطباء متخصصين في الملك باعتبار طبيب وزملاء يعني. فاجتمعوا حولها هؤلاء الأطباء. فبعد أخذ ويقول سووا لها الألترا ساوند وسووا لها الصور صورة كذا، جاءوا وقالوا له، طبعا في الغرب لابد أن يقول له كل ما يقول له عندها مشكلة في القلب وستموت بعد ربما ساعات أو يوم بالكثير، وحتى إذا أردنا أن نحاول لابد أن نشق على القلب بالكامل كل 6 أشهر. هذا إذا في حالة نسبة 1% أنها تعيش، سنشق على القلب ونجري بعض الأشياء ثم نخيط هذا الشق، ثم بعد 6 أشهر لابد أن نفتح من جديد، وهكذا حياتها كلها ب6 أشهر. هذا إذا فيه نسبة أمل 1%، أما هي ميتة بعد ساعات. قال في تلك اللحظة فقط شعرت بأني بحاجة، حتى قالها بالإنجليزي قال the greater power. شعرت بحاجة أني للقوة العظمى التي ليست للدولار بس. فقال خرجت لا أبصر شيئا. قال فيه دور للعبادة هكذا موجودة للنصارى وكذا، دخلت. قال وأنا واقف هكذا، قال شعرت بأني في تلك اللحظة أني دليل ضعيف لا أملك شيئا، لا دولار ولا غيره. وقال توجه قلبي إلى هذا الإله العظيم، عند ذلك شعرت بأن هذا الكون يديره إله أعظم من هالأشياء هذه. فقال هكذا كلمتين لا ثالث لهما، قال يا رب إن شفيت ابنتي أعدك أني سأبحث عن الدين الذي تريده وأتبعه. هاي الكلمتين هذا بس، وهذه موجودة في هو يتكلم عن نفسه في أكثر من موضوع. أنا قلت لك حتى بيني وبينه تراسل وتواصل. نعم. قال والله قلت هذه كلمات ودخلت. قال بيني وبين الغرفة متاع بنتي ممكن 10 أمتار. قال وأنا جاي في الطريق أرى في وجوه الأطباء شيء تغير غير ما كان عليه، غير ما كانوا عليه. أنا قادم إلى الأطباء أرى في وجوههم وأنا قادم أرى في وجوههم أن شيئا ما تغير. سبحان الله. قال أول ما دخلت قالوا لي في شيء تغير، لابد أن نجري الألترا ساوند ثاني، في شيء تغير هيك نشوفه، في شيء تغير سبحان الله. في جسد الفتاة بدون أي أسباب، شيء في الجسد تغير. الله أكبر. فقال أخذوها صوروها كذا، قالوا لها الآن جابوا لها التقرير، قالوا لها اللي كنا نحكي لك فيه طبيا ميتة بنتك، الآن اللي كنا نحكوا فيه غير موجود، اختفى بالكامل. فصاروا بعد في تلك اللحظة يبوا يفسروا لي طبيا شو اللي صار. قال أني هم يتكلموا هكذا وأنا أعرف ما الذي حدث في داخل، أعرف أن يقول أن خالقي تدخل وأنا سألبي الوعد الذي قطعته على نفسي، وسأتحدث عنه لاحقا الآن بعد قليل. لكن الشاهد من الحديث أنا عندي إحدى قريباتي ابتليت بمرض عضال، ما أريد أن أتحدث كثيرا، شفاها الله بالدعاء. يا سلام. فقط باختصار شديد. فهذا إن دل على